يزال لديه اشكال. وليد الركراكي شاف عينه على نصير المغربي يا زياش، عينك على الكره يا زياش، وعينك على نصير يا زياش، ولكن بعيده تماما في منتصف الميدان. مودريتش يضغط عليه سفيان امراب امام الجدار المغربي. طلع كره، طلع كره. عادة الطموحات والترشيحات دائما تصب في عند منتخب المغرب، ما رايك في هذا التعادل السلبي؟ والله صراحة أنا يعني مبسوطة على هذا النتيجة، لأنه بالنهاية حسيت إنه حتى خطة المدرب واضحة في المباراة. بالنهاية إحنا ما نريد نخسر، على الأقل يعني نكسب نقطة، هذه بتفيدنا للمباريات القادمة إن شاء الله. حسب مستوى المنتخب المغربي يعني اليوم، هل هو قادر إلى التأهل للدور القادم الدور 16؟ أكيد، هو أصلا استخدم يعني أسلوب تكتيكي يعني ذكي. صح ما كانوا في فرص كثيرة يعني في الهجوم، لكن على الأقل احتفظ بأنه يكون النتيجة مرضية. هي مش ما في فوز، ولكن على الأقل نتيجة مرضية احنا راضيين فيها على كل حال. كيف شفت الماتش؟ الحمد لله الماتش كان زين صراحة، كان في تناسب بين طرفين، بس المغرب لعب بس كان في فرص ضائعة صراحة. الحمد لله، بس يعني احنا دائما مع المغرب نشجعهم مهما اللي صار، احنا معاهم خسروا وفازوا، دائما احنا نوازر المنتخب المغربي صراحة. ويا ربي وشنو صاري، كونوا رجال الدراري، وبلجيكا واحنا جايين، وبلجيكا واحنا جايين. شايفك انت تغني وبلجيكا، يعني متفائل. لازم نتفائلوا بالمغرب ان شاء الله يكونوا خير. هلين قدموا مباراة، يعني قدموا مباراة حلوة يعني كبداية. الحمد لله اهم شيء هي نقطة ربحناها في الجروب. احنا كنا ناويين وطامحين يعني 3 نقاط، بس الحمد لله الماتش مشى كيف ما بغينا احنا تكتيكيا، يعني لكل الطرفين، يعني كل كرواتيا وصيف بطل العالم 2018، بل الحين الحمد لله قدموا مباراة رائعة، وان شاء الله خير في بلجيكا. ان شاء الله المباراة الجاية ياخذوا اللاعيبة ياخذوا ثقة في النفس، وان شاء الله خير. نقطة مهمة، تعادل سلبي، ولكن هل المنتخب المغربي اليوم اثبت انه قادر على مجاراة الفرق في المجموعة، خصوصا هناك المنتخب البلجيكي؟ نعم والله صراحة لعبوا أداء جدا طيب، وكان تشريف عظيم أن نشوف المنتخب المغربي بهالأداء. صراحة صحيح أنه تعادل شيء محزن شوية، لكن كنا نتوقع أكثر، لكن إن شاء الله المرة القادمة والمغرب دائما أفضل إن شاء الله. يعني أنت اليوم عماني ولكن قلبك؟ قلبي دائما مع المغرب، دائما عاش المغرب.